وحسبنا الله. نعود أيها الإخوة. طيب، إذن آية اللعان تقريبا أغلقت الباب أمام ماذا؟ أمام التخصيص. ما في تخصيص، لأنها تتحدث عن ماذا؟ عن المحصنين. عن المحصنين. انتهى. ما في. واحد يقول لي ورطة يا أخي، ورطة ورطنا. أحاديث الرجم كثيرة وصحيح، نعرفها بفضل الله، ونعرف أصولها وهي كثيرة جدا، ومن أراد أن يقف على أصولها وهي 10. كل أحاديث الرجم تعود إلى إيه؟ إلى 10 أحاديث. من أحب أن يقف عليها فليقرأ القبس شرح موطأ مالك لأبي بكر ابن العربي. قال أحاديث الرجم كثيرة وتجمعها أصول 10، 1 2 3 10. أنا ذكرت لكم منها 3، نستطيع أن نصودها كلها بس ما في وقت. 10 أحاديث معروفة وبعضها فيه ضعف، ومعظمه على الإطلاق 90% تقريبا صحيحة في الصحة، ما عندنا مشكلة معها، نعرفها. لكن انتبهوا، وهذه النقطة المهمة اليوم في الدرس، عفوا في الخطبة، ما هي خطبة درس. أحاديث الرجم أيها الإخوة، هل صدرت عن المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه قبل سورة النور أو بعد سورة النور؟ ذكرنا هذا أيها الإخوة في سؤال الشيباني التابع الجليل للصحابي المكرم الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، والحديث مخرج في الصحاح في البخاري ومسلم. الشيباني يسأل الصحابي، تابع يسأل صحابيا يقول له: هل رجم رسول الله؟ لأنه المسألة كانت كما قلت لكم في محل نزاع ومناظرات. في رجم في الإسلام يا جماعة؟ شريعة الرحمة؟ قالوا: طب هل النبي رجم؟ فقال ابن أبي أوفى: نعم، رجم رسول الله، الرسول رجم، وأنا صحابي شفت الشيء هذا بعرف. قال له: هل رجم قبل سورة النور أو بعده؟ في رواية أو بعدها. قال له: قبل النور ولا بعد النور؟ قال له: لا أدري. مين اللي قال لا أدري؟ شفت التواضع؟ هذا صحابي جيد، ولعله شاهد واقعة أو أكثر من وقائع الرجم، لعله شاهد نفسه. قال لك: بس أنا بصراحة نسيت، مش عارف. أو لعله سمع من الصحابة عن وقائع الرجم، هذا أيضا احتمال ربما أرجح، لأنه لو شاهد ربما لا ينسى، فلعله روى عن صحابة آخرين. طبعا الصحابة عدول، لا نكذب صحابيا، هذا هو الأصل والقاعدة يا إخواني، فطبعا عدول. لذلك مرسل الصحابي مقبول من غير مثنوية. مرسل الصحابي يعني يعني أبو هريرة مراسيله بالمئات، مراسيل الصحابة يروي عن صحابة لك مباشرة إلى الرسول دون أن يقول حدثني فلان، لأنه الصحابي ظهر أو اختفى فهو عدل بفضل الله، لا يكذب. الصحابي لا يكذب على رسول الله. صحابي ممكن يزني مثل ماعز هذا ومثل غامدية، لكن لا يكذب على صاحب الرسالة. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تزني تتوب الله يتوب عليك، بس شيء كذب على صاحب. لذلك حكى الجويني أيها الإخوة أن الكذب المتعمد على رسول الله كفر. مش تقول لي زنا وقتل، كفر. فالصحابة لا يكفرون رضوان الله عليهم، أليس كذلك؟ هذا هو. طيب، فقال له لا أدري هل الرسول رجم قبل أو بعد. واحد يقول لي إيش مهم جدا، كما قلت لكم هذه النقطة كثير مهمة، هي النقطة الثانية الأهم بعد بعد النقطة الأولى المتصدرة، نقطة اللعان. يقول الحافظ ابن حجر، أعيدها مرة ثانية، ذكرتها في الخطبة السابقة، فائدة السؤال. إيش فائدة السؤال؟ طيب، رجم قبل ولا بعد النور؟ انتبهوا، إن كان ثبت أن رسول الله رجم من رجم قبل نزول سورة النور، فمعنى ذلك أن سورة النور نسخت الرجم، فيكون الرسول رجم بشريعة التوراة، لأنه عندما فيها التوراة فيها رجم كما قلنا، ولا فرق بين محصن وبكر في التوراة، كله يرجم. كله يرجم. وإن كان رجم بعد سورة النور فبكون رجم رسول الله. السنة هذه خصصت عموم آية النور، خصصت عموم آية، تخصيص بصير صح. عند الأحناف يعتبر ماذا؟ يعتبر نسخا، والنسخ عندهم لابد أن يكون بالمتواترة. هم ادعوا أن هذه متواترة، قالوا الرجم متواتر، ما في مشكلة، لكن هو نسخ، عندهم اصطلاحهم نسخ. إذن النقطة المهمة سيقال: طيب ما الذي ترجح لديك يا رجل؟ الرسول رجم قبل أو بعد؟ أنا أقول لكم بإذن الله واطمئنوا نفسا، الرسول رجم قبل. كيف؟ مش دعاوى وتبجح، كيف؟ الصحابة ما عرفش، أنت بتعرف؟ لأنه الصحابة هو عرف أحاديث محددة. إحنا وصلتنا كل هذه الأحاديث تقريبا، كلها عنا الحمد لله. اليوم أقل طويل بعلم، حتى واحد هاوي عابر سبيل يفتح جوجل المكتبة الألفية يجيب كل الطرق، ولا مش صحيح؟ نعلمه شوي، ياخذ له دورة هيك شهر زمان في علم المصطلح والتخريج، يعرف هذه الصناعة. يعني طبعا معرفة مبدئية،
والصحابة ما كان عندهم هذا العلم كله، عاد يعرف لك كل الطرق وكذا، ما بتحدث على قدر إيه ما رأى أو شاف أو حفظ وروي وروى رضوان الله عليهم أجمعين. فهمش ما تقولوا إيه هي ما عرفش، لا لا، هي مسألة نزاع أصلا، هذه مسألة نزاعية قبل أو بعد. انتبهوا، طبعا جماهير العلماء ذهبوا إلى أنه رجم بعد. جماهير العلماء طبعا الذين قالوا بالرجم، لا في مشكلة، لو رجم قبل خلاص نسخ الراجم، انتهى، جلد عندنا في الشريعة بس ما في رجم، لكن هم يقولون بالرجم وادعوا فيه الإجماع، لذلك قالوا رجم بعد. الدليل، نريد الدليل، أوقفونا على الدليل. كيف عرفتم أنه رجم بعد؟ كيف عرفتم أنه رجم بعد نزول سورة النور؟ قال العلماء، وهذه الحجة ساقها الحافظان الجليلان ابن حجر والإمام العيني شارحاء البخاري، هذا في فتح الباري وهذا في عمدة القاري، وهذا شافعي وهذا إيه حنفي، وشرحاهما أوسع الشروح وأحسنها، لكن للعيني اعتناء بالفقهيات، ولابن حجر إيه مزيد اعتناء بماذا؟ بالحديثيات، بالأسانيد وكذا والطرق، طبعا معروف لأنه مبرز أكثر، وإلا كلاهما إيه شيخ فقيه محدث حافظ جليل رضوان الله تعالى. ابن حجر أمير مؤمنين في الحديث، بلغ هذه الرتبة التي لم يبلغها إلا إيه إلا أحد الناس، لعلهم لا يعني يتمون 20 في تاريخ الأمة. هذا أمير مؤمنين، شيء عجيب. بماذا احتج؟ عنده حجة واحدة، حديث العسيف. قال لك حديث العسيف يثبت لنا أن الرسول رجم بعد سورة النور. هذه شبهة قوية. كيف يا علامة الإسلام رضوان الله عليه جزاه الله خير الجزاء، كيف حديث العسيف حجة؟